السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست وصال. أنا رنا السمان، استشاري أسري وتربوي، ويلا بينا نبدأ الحلقة. النهاردة موضوع الحلقة هيكون أو حاسة إنه هيكون تقيل شوية، تقيل على نفسنا إن احنا نتقبله، ويمكن كتير مننا الشعور نفسه ما بيحاولش حتى يقبل عليه إلا لو مضطر. هتكلم معاكم النهاردة عن شعور تقيل على النفس يمكن معظمنا مر بيه، سواء مر بيه وهو متحمل عواقبه أو غصب عنه. والشعور ده هو شعور الإجبار، إنك تغصب على أمر، إنك تعمل حاجة غصب عنك، إنك حتى ما تعملش حاجة برضو غصب عنك. الإجبار نفسه، سواء مجبور على شغلانة مش بتحبها أو على علاقة بتستنزفك وانت مضطر تكمل فيها، أو حتى مجبر إنك تسكت أو ما تعبرش عن غضبك في أكتر المواقف إيلاما لنفسك. هل الشعور ده مجرد شعور بيحصل لنا ورد فعل طبيعي، ولا في لعبكة بتحصل في دماغنا لما بنتعرض للإجبار؟ طيب ليه عقلنا ساعات بيجبرنا إن احنا نعمل حاجة ونجبر على أمر حتى لو احنا كارهينه؟ علشان نجاوب على الأسئلة دي تعالوا بينا نفكك سيكولوجية الإجبار ونعرف احنا فين ورايحين فين وهنروح فين بعد كده. أول سؤال لازم نسأله لنفسنا، يا ترى عقلنا ازاي بيفسر الإجبار كعملية، كفعل بيحصل معانا؟ الحقيقة ان احنا العقل البشري بتاعنا متبرمج على حاجة واحدة أساسية، وهي البقاء. أول ما بتحس بتهديد، سواء التهديد ده بقى فقدان لوظيفة، إنك تخسر حد سواء عزيز على قلبك أو حد اتعودت عليه، أو إنك تفقده أصلا أو تفقد مكانتك عنده، ده كله بيعمل عندنا كده في دماغنا زي لمبة بتنور بتقول لنا استنوا. وساعتها العقل ما بيقدرش يفهم التهديد المعنوي ده إنه حاجة بسيطة، فبيبدأ يفعل وضعية يا تهاجم يا تهرب. بس المشكلة هنا إنك لما ما بتعرفش تعمل لا ده ولا ده، العقل بيختار الوضع الثالث، وهو إنه يجمد الموقف، وده اللي بنسميه الاستسلام للأمر الواقع. طيب سؤال هنا، ليه العقل أحيانا بيجبرنا إن احنا نتكيف مع وضع مش مناسبنا، سواء ظلم أو وضع مش ملائم لينا؟ بس غريبة صح إن عقلنا نفسه هو اللي يضغط علينا ويجبرنا على تحمل وضع احنا مش عايزينه. الحقيقة إن العقل ذكي، واللي بيحصل ده بسبب ميكانيزمات دفاعية، مش عايزك تفضل تحرق طاقة غضب طول الوقت، فبيبدأ يوهمك أو يطفي مشاعرك تجاه الإجبار علشان تقدر تعيش على الأقل في سلام مؤقت. تاني سبب أحيانا بيكون الخوف من المجهول. العقل بيخاف من المجهول أكتر من خوفه من الوجع اللي جربه أو اللي عارفه قبل كده، فبيقولك بسلاسة كده خليك في الوجع اللي انت عارفه أحسن ما تروح بره وتوه وما تعرفش تتعامل مع وجع جديد يمكن ما تقدرش عليه. طيب حصل وتم إجبارنا بنجاح، هل الموضوع بيمر كده مرور الكرام ولا بيكون ليه تبعيات؟ عمره ما مر مرور الكرام. مفيش حد تعرض للإجبار في أي أمر مهما كان بسيط وهتلاقوه عارف يتعامل عادي، عارف يتأقلم بسلاسة. الحقيقة أنه بيدفع فواتير غالية قوي من صحته ونفسيته ومكانته، بيدفع فواتير كتير يمكن ناس كتير ما بيكونوش مدركينها، أو يمكن الظاهر من الشخص ده للبعض أنه عايش عادي، إنما باطن الأمر ده حاجة تانية خالص. مع مرور الوقت بيبدأ يحس بفقدان الهوية، يا ترى أنا بعمل الحاجة دي علشان أنا عايز أعمل الحاجة دي، ولا عشان لازم أعملها، ولا عشان فرضت عليا؟ ناس كتير بتقف في النص وما بتعرفش هي بتعمل ايه ولا لمين ولا علشان ايه وايه المقابل. ما انا حاجة اعملها مش على هواية، حاجة اعملها مفروض عليا. المفروض بقى ان انا اكمل ولا اقف ولا اقول خلاص ستوب مش لاعب. ومن اشهر العوارض النفسية اللي بتظهر على الاشخاص اللي بيتم اجبارهم على يمكن حياة او مواقف او على اي حاجة هو الاحتراق النفسي. طول الوقت بيبذلوا مجهود مضاعف علشان يعملوا حاجة روحهم رفضاها،
واللي طبعا بيكون سبب كبير جدا في العصبية الزايدة وفقدان الشغف، واني مش قادر اعمل حاجة زي ما انا المفروض اعملها، مش حاسس ان انا عارف اعمل حاجة. فبالتالي احيانا الشخص ده بيحس بالفشل. ومن الحاجات اللي بتكون مصاحبة للشخص ده هو الغضب المكبوت. دايما عنده طاقة هينفجر في أي حد، مهما كان قريب، مهما كان ضعيف، مهما كان قوي، مهما كان مهم. انت عندك طاقة هتفرغها غصب عنك، دي حاجة مش بإيدك. واللي كتير جدا بتتحول لاكتئاب، واكتئاب ما بيعرفش الشخص ده يخرج منه. واللي بيليه جلد الذات، طول الوقت يفضل ينعت نفسه بكل الصفات اللي ممكن محدش يتخيلها. أنا فاشل، أنا مش نافع، أنا مش كويس، أنا مش مؤمن، أنا مش مؤدب، أنا كل الحاجات اللي ممكن تيجي في دماغه ساعتها بينعت نفسه بيها، لأنه خلاص هو دخل في دايرة مش هيقدر ينقذ نفسه منها. طيب الدايرة دي كلها واللي بيحصل ده كله، هل ممكن الإنسان يقدر يتعافى منه، أو يقدر إنه ما يدخلش فيه أصلا، أو حتى لو بالفعل اضطر إنه يحصل له كل الحاجات دي، هل ممكن إنه يتعافى ويشفى ويرجع زي الأول، يرجع كويس تاني ولا لأ؟ خلوني الأول أقول لكم إن إحنا مش عايشين في عالم مثالي. يعني إحنا مش عايشين في عالم كل حاجة بنعملها بمزاجنا وبرضانا. مش كلنا بنشتغل الشغلانة اللي إحنا عايزينها، مش كلنا عايشين الحياة اللي بنتمناها. كتير مننا بيعمل حاجات كتير غصب عنه. بس لازم تفهم إن في فرق بين الإجبار الوهمي والإجبار الحقيقي. يعني مثلا اسأل نفسك سؤال مهم قوي، أنا لو قلت لأ، إيه أقصى حاجة ممكن تحصل لي نتيجة كلمة لأ دي؟ كتير بنكون مسجونين في خيالات خاصة بينا احنا، بنحط تقديرات للأمور يمكن تكون مش حقيقية، يمكن مبنية على أوهام، مبنية على تهديدات اللي قدامنا، مبنية على أي قصص حوالينا بنقارن نفسنا بيها. تاني نقطة مهمة قوي، إن احنا لازم نعمل استرداد للسيطرة تاني. يعني حتى الحاجات اللي احنا مجبورين عليها نحاول واحدة واحدة نتخلص من القيود دي تدريجيا، أكيد مش كلها مرة واحدة. يعني مثلا اللي مجبور على شغل معين أو على حياة أو بيئة معينة، لازم يكون في حاجة هو مختارها 100% بتاعته، بس الحاجة دي تحت سيطرته هو، محدش في الدنيا يقدر انه يقول له اعمل او ما تعملش فيها، علشان يديله احساس انه يملكها وانه المسيطر عليها. ومن هنا بنكون اتحررنا في جزء صغير من الجزء الكبير اللي احنا عايشينه، واللي بدوره بيقلل شعورنا بالعجز وعدم القدرة على ان احنا نقول لأ. لازم نحاول نحط حدود، ويمكن الكلمة دي من أكتر الكلمات شيوعا، إن هي بقت ترند. حطي حدود، اعملي لنفسك حدود. كتير ما بنعرفش يعني إيه حدود أصلا. لازم تعرف الأول إيه الحدود اللي أنت عايز تحطها، هي فين حدودك أصلا، إيه اللي ممكن تقدر توقف الغير عند حده فيها. اتدربوا إن أنتوا تقولوا لأ، اتعلموا إن أنتوا مش كل حاجة تقولوا عليها حاضر. حاولوا تحسبوا العواقب كويس قوي، علشان ما تبقوش خايفين زيادة عن اللزوم من أي عواقب انتوا ممكن تكونوا واهمين نفسكم بيها. أما بقى لو الموضوع أكبر من إمكانياتنا ومن تخيلاتنا ومن قدراتنا، فلازم نعمل حاجة مهمة قوي. عايزين نفعل وضع التأقلم الواعي. يعني مش هنسكن نفسنا قد ما هنحاول نشوف احنا هنا دلوقتي لوضع ايه، مؤقت ولا دايم. لا، احنا وضع مؤقت، احنا بنعمل الحاجة دي مؤقتا، احنا بنوافق على الوضع ده مؤقتا. أنا هنا بمزاجي دلوقتي لمصلحة أكبر، بس هغير كل ده وقت ما أقدر أتحمل النتائج. مجرد تغيير النظرة من أنا ضحية لأنا باخد قرار تكتيكي، ده بيغير كيمياء المخ، بيخلينا نهون على نفسنا شوية. وبالعكس احنا بنحاول نشوف نفسنا في صورة أذكى شوية، أو بنحاول نطبطب على نفسنا بشكل خفي. ولازم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، إن عقلنا سلاح ذو حدين، ممكن يسجننا وممكن يحررنا. المهم ما نسيبش ريموت حياتنا في إيد الظروف. وافتكروا دايما إن أصعب سجن هو اللي احنا بنبنيه لنفسنا مش غيرنا. ابدأوا خدوا خطوة ولو حتى كانت صغيرة ناحية الحاجة اللي بتحبوها، الحاجة اللي شبهكم.
وحاولوا تبعدوا واحدة واحدة عن أي حاجة بتسبب لكم خوف أو قلق. وفي النهاية افتكروا إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا، ما تسمحوش لأي حاجة أو أي حد إنه يقل منك أو يأيدك أو حتى يجبرك على حاجة أنت مش قادر ولا حابب ولا عايز تعملها. وفي النهاية شكرا إن انتوا سمعتوني وكنتوا جزء من يومي، وأحب طبعا واتبسط جدا إن أنا أكون جزء من يومكم. ولو حسيتوا إن الحلقة فادتكم أو حبيتوا تسمعوني، ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب، وبعتولي أي سؤال عايزين إن أنا أجاوبكم عليه أو نفيد بعض وندردش. كانت معاكم رنا السمان، استشاري أسري وتربوي، وده بودكاست وصال. سلام عليكم.